نفت إسبانيا بشكل قاطع ما ورد في تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص مزاعم تغيير موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية. وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بلاغ نشرته وكالة أوروبا بريس تمسكها بموقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مشددة على عدم حدوث أي تغيير في سياستها الخارجية في هذا الملف. وأوضح البيان أن هذا الموقف جرى تثبيته بشكل واضح في البيان المشترك الصادر يوم 7 أبريل 2022 بين المغرب وإسبانيا، وأعيد تأكيده خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي احتضنته الرباط سنة 2023. ويبدو أن الرد الإسباني الحاسم جاء لتفنيد محاولة التأويل التي صاحبت تصريحات تبون الأخيرة، والتي اعتبرها عدد من المحللين جزءا من استراتيجية دعائية داخلية تستهدف التغطية على الإخفاقات الدبلوماسية المتتالية للجزائر في ملف الصحراء المغربية. وجاء تجديد دعم مدريد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي عقب زيارة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة الإسبانية، حيث التقى بنظيره خوسي مانويل ألباريس. وأكد هذا الأخير خلال اللقاء أن إسبانيا ترى في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر جدية وواقعية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وكان عبد المجيد تبون قد صرح خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني بمدينة بشار يوم 25 أبريل الجاري بأن إسبانيا ارتكبت خطأ وعادت عنه، وهو تصريح اعتبر محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق بخصوص الموقف الإسباني من النزاع المفتعل حول الصحراء.